السلام عليكم. عاملين ايه الحلاوه دي؟ طبعا قبل اي حاجه، قبل ما ابدا اقول اي حاجه، شكرا 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 لكل الجماهير اللي كانت في الاستاد، شكرا لكل الجماهير اللي كانت في الاستاد بمختلف مختلف انتماءاتها، مختلف الدول بتاعتها. شكرا لكل الجمهور يا جماعه. النهارده بالذات احنا في المغرب يا جماعه الجمهور متقفل، متقفل الاستاد، مقفل الاستاد، متقفل كله متقفل. انا يا جماعه شفت الماتش، انا مش مصدق. كانوا اصلا قبلها بيشتكوا مش عارف يا جماعه الجماهير مش عارف في ماتشات المغرب يا جماعه قليله، وفي الماتشات مش عارف ضد مش عارف مين قليله ومش عارف ايه قليله. لا يا جماعه، لا يا جماعه، لا يا جماعه، انا لا، انا كنت مصدوم. انا يا جماعه ده لو احنا في القاهره، في استاد القاهره، مش هيبقى كده، مش هيبقى كده. فاول حاجه شكرا 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 لكل الجماهير المغربيه، شكرا لكل الجماهير اللي كانت موجوده في الاستاد بمختلف مختلف انتماءاتها، مختلف الدول دي هي منين. شكرا للكل يا جماعه، بجد انا كنت مبسوط جدا بالجمهور. طيب نيجي للماتش. الشوط الاولاني احنا كنا عاملين اداء حلو، الشوط الاولاني احنا كنا عاملين اداء حلو. حتى انا قاصد المره دي اجيب الاحصائيات عشان تشوفوا، يعني هقول لكم انا بقى قصدي في النقطه دي. احنا الشوط الاولاني كنا اداء كويس، وعلى فكره الدفاع كان عامل اداء حلو، ومحمد هاني يعني، بصوا انا مش هاجمه، انا مش هقعد اقول إيه يا جماعه محمد هاني اللي خسرنا وان احنا كنا هنخسر بسببه قصدي والكلام ده. لا، محمد هاني عمل شوط ممتاز، لان احنا الخوف كله من جنوب افريقيا كان انهم بيشوطوا من بعيد، رعبهم كلهم بيشوطوا من بعيد. احنا عرفنا نعمل اداء قوي جدا عليهم، وده عجبني جدا. ضربة الجزاء بتاعت صلاح ضربة جزاء يا جماعة، الراجل دضرب ايده في عينه. مشكلة صلاح بس انه كان المفروض يقع شوية او يستموت فيها شوية، عشان كده دخل الفار ومش عارف ايه، بس لا، هي ضربة جزاء. اتطرد محمد هاني، اتطرد محمد هاني. انا بصراحة بعد ما اتطرد انا اتقفلت، انا اتقفلت جدا. انا قلت بقى ايه، هنلعب من ليه دلوقتي ومش عارف ايه، وبعد اخطر فرقة في المجموعة، ولو كسبنا هنطلع دور اول مركز اول يا جماعة، حرام ومش عارف ايه. لقيته ان هو الشوط التاني عمل تبديل غريب. امام عاشور نزوله صح، امام عاشور ان هو نزل صح، ده الصح على فكره. نزل امام عاشور راجل بيعرف يهاجم وفي نفس الوقت بيعرف يساند في الدفاع ويرجع. لكن ليه خرجت مرموش؟ انا دي اللي كنتش فاهمها، ليه خرجت مرموش يا باشا؟ مرموش يعني عامل زي صلاح كده، من اهم اللعيبه في الملعب، ليه خرجتها؟ انا ما فهمتش، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا ستر. محمد الشناوي، محمد الشناوي والفرقه كلها، انا عارف الناس بتركز على محمد الشناوي، لكن لا يا جماعه، الفرقه كلها، الفرقه كلها موت نفسها في الشوط التاني انها تحافظ على المكسب. ويا جماعه هتقول لي لا كان المفروض نهاجم، لا ما كانش المفروض نهاجم، مش المفروض نهاجم. احنا المفروض عندنا واحد نلعب 10 شوط كامل. لا يا باشا، ندافع ونموت نفسنا في الدفاع. فشكرا شكرا شكرا محمد الشناوي، انت كنت بطل، انت كنت سبب من اسباب فوز مصر بكاس، فوز مصر ايه، يخرب ان شاء الله ان شاء الله يعني. كنت اقول فوز مصر بكاس افريقيا، بس ان شاء الله يعني نكسبها. فبجد شكرا لمحمد الشناوي، شكرا لكل اللعيبه، ومره تانية شكرا لجمهور المغرب اللي كان موجود في الاستاد. فيا جماعه شكرا لكم بجد. وقولي رايكم، هل فرقكم تقدر توصل فين مصر؟ ماتش المغرب ومالي يعني هتكلم عنه كمان شويه. يعني بصراحه انا اتصدمت لا 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 لا، ازاي اللعيبه المرعبه دي في المغرب وفي الاخر معاهم المدرب ده؟ فان شاء الله يعني هنشوف. فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش تشترك في القناه، ما تنساش تعمل لايك، ما تنساش تكتب كومنت تقول لي رايك، والسلام عليكم.